طيب افكار الحصه بتاعت النهارده بقى. اول فكره معانا هتكلم عن القانون بتاع فاراداي. قانون فاراداي اللي هو الاي ام اف بتساوي ايه؟ سالب ان في دلتا فاي ام على دلتا تي. تمام، ده القانون بتاع فاراداي. قبل ما ابدا في الافكار نفسها عايز افكرك بس ان السالب ده ما هو الا اتجاه. تمام، يعني عايز تحطه في القانون اللي هو في الناتج، يعني حطه، مش عايز تحطه ما تحطوش. طيب انا لو عوضت بيه مثلا وكان في الاختيارات نفس الرقم بس اختيار بالسالب واختيار بالموجب، اختار انهي؟ الاولويه هتكون ايه؟ للسالب، عشان القانون فيه سالب. تمام، الاولويه هتكون للسالب. طيب ندخل بقى في الافكار بتاعتنا. المشكله كلها اللي بتظهر هنا في قانون فاراداي في الدلتا فاي ام دي نفسها. احنا عارفين من الفصل الثاني ان الفاي ام بتساوي ايه؟ بتساوي بي اي ساين ثيتا او اي بي ساين ثيتا على وزن اي بي سي لو انت فاكر. اي بي ساين ثيتا. حلو، لما اقول لك بقى ان هنا في تغير في الدلتا فاي ام، يبقى اكيد في تغير في ايه؟ في حاجه من الثلاثه دول. تمام، قد يكون التغير في الاي، او قد يكون التغير في الكثافه، او قد يكون التغير في الساين ثيتا نفسها. تمام، يبقى اي حاجه من الثلاثه دول هيؤدي لي الى تغير في الفاي ام. يعني ايه تغير؟ اللي بتعبر عنها الدلتا دي تغير، يعني الفرق. تمام، لما اقول لك الدلتا ايه يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي ايه بتاعت الحاله الثانيه او الحاله الاولى، مش هتفرق، اشيل منها الايه بتاعت الحاله الثانيه ناقص الاولى، او الاولى ناقص الثانيه. تمام، عشان ما يطلعش معايا بالسالب اديها قيمه مطلقه. سهله. طب بالنسبه للبي برضه نفس الكلام، دلتا يعني فرق الحاله الاولى من الحاله الثانيه، وعشان ما يطلعش بالسالب هندي قيمه مطلقه، يبقى بي واحد او بي 2 ناقص البي ايه؟ البي واحد. اهم حاجه نطلع بس بالايه؟ بالموجب. طيب المشكله بقى كلها هنا في الساين ايه؟ في الساين ثيتا. طيب امتى التغير بيحصل في الساين ثيتا او الثيتا؟ يعني امتى التغير بيحصل؟ لما يكون الملف بيحصل له ايه؟ ان هو بيدور. الملف لما يدور هيحصل له تغير في الايه؟ في الزاويه. يعني كلامنا هيكون كالتالي: عند دوران الملف ربع دوره. يعني ربع دوره يعني 90 درجه. هنتكلم من حيث حاجتين: عند دوران الملف ربع دورة من الوضع العمودي، خليها الموازي الأول، من الوضع الموازي. تمام، ومن الوضع العمودي. طيب ركز بقى معايا كده واحدة واحدة. ده المجال المغناطيسي. تمام، يعني بيقول لي دلوقتي ان ان الملف ده بادئ من الوضع الموازي. ادي الملف بالشكل ده. بيقول لي انه هيتحرك قد ايه؟ ربع دوره من الوضع الموازي. ده الوضع الموازي بتاعه. يعني هيتحرك ازاي؟ يعني هيلف كده وهيصبح شكله كالتالي. فاهم الفكره؟ حلو. بص بقى الوضع ده، الوضع الموازي كان الزاويه بقد ايه؟ هنا الزاويه بصفر، ثيتا هنا بتساوي صفر. اصبحت الثيتا هنا بعد ربع دوره بقد ايه؟ بقت ب 90 درجه. تمام، يعني كده فرق الزوايا دلتا ثيتا بقى مع دلتا الثيتا هتؤدي لها دلتا ساين ثيتا. هنا الفرق في الايه؟ في الزاويه بتساوي كام؟ بتساوي 90 درجه. مع 90 ناقص صفر بتساوي 90. تمام، متنساش ان الدلتا ثيتا زي نفس الكلام اللي قلناه هنا. دلتا ثيتا بتساوي ثيتا في الحاله الثانيه ناقص الثيتا في الحاله الاولى، او العكس. اهم حاجه تطلع بالموجب، عشان كده بنحط لها قيمه مطلقه. طيب يبقى كده الزاويه هنا بقد ايه؟ دلتا ثيتا هنا بتساوي 90، وبالتالي الساين 90 هتساوي 1. يعني ده معناه ان الدلتا فاي ام ساعتها بتساوي ايه؟ بتساوي اي بي مضروبه في 1. يعني الساين ثيتا دي يعني 90 طبعا هي بواحد اقصى قيمه، يعني يبقى كده الدلتا فاي ام في النهايه بتساوي ايه؟ بتساوي اي بي. يبقى كده لما اجي اعوض بقى في القانون بتاع فاراداي، يبقى الاي ام اف بالنسبه لي بتساوي ايه؟ يبقى الاي ام اف هتساوي سالب ان، هشيل بقى الدلتا فاي ام دي واحط مكانها ايه؟ اي بي على ايه؟ على الدلتا تي. تمام، افهم هتعوض في قانون فاراداي ازاي. طيب لو كان الملف ده بيدور ربع دوره من الوضع العمودي. يعني ايه من الوضع العمودي؟ يعني بادئ بالشكل ده، بادئ عموديا بالشكل ده.
هيدور ربع دورة، يعني هينزل كده، يعني هيكون شكله موازي بالشكل ده. طيب هنجيب بقى سيتا ازاي؟ عندي هنا السيتا الأولى دي بتساوي 0. طب والحالة التانية بتساوي سوري، هنا السيتا دي عمودية يعني بتساوي 90 بشكل عمودي بقى. طب هنا لما ببقى موازي يعني بصفر. فرق سيتا 1 من سيتا 2 أو 2 من 1. طبعا هنا الواحد الأكبر يبقى 90 ناقص كام؟ 90 ناقص 1. يبقى الدلتا سيتا بالنسبة لي ب90. يبقى الساين سيتا بكام؟ ساين 90 بواحد. يبقى لما أجي أعوض في الفاي ام يبقى هتساوي اي بي ساين 90 يعني بواحد، يعني اي بي برضه هتكون ايه؟ اي بي برضه. يبقى كده قانون فاراداي لما نيجي نعوض عليه يعني نطبقه يبقى الاي ام اف بتساوي ايه؟ بتساوي سالب ان في الدلتا فاي ام اللي هي بالنسبه لي دلوقتي ايه؟ اي بي، عشان الساين فرق الساين ده، فرق الساين سيتا بتساوي واحد. يبقى سالب ان في ايه؟ في اي بي على دلتا تي. نفس القانون بتاع مين؟ بتاع الوضع الموازي. يبقى لما يدور الملف ربع دورة مش هيفرق معايا هو في وضع موازي بدأ من الوضع الموازي أو الوضع العمودي، مش هيفرق معايا. ليه؟ لأن القانون في النهاية هيكون نفس القانون. تمام؟ القانون هنا هو نفس القانون هنا. ده لما يكون الملف ايه؟ دار ربع دورة. طيب الملف بقى لما يدور 80 درجة يبقى عند دوران الملف نصف دورة اللي هي 180 درجة هيحصل ايه؟ هنتكلم برضو عن الحالتين من الوضع الموازي وبرضو من الوضع بدءا من الوضع العمودي. طيب في الوضع الموازي هيكون شكل الملف ازاي بالنسبة للمجال؟ ادي المجال اللي باللون الاحمر ده، والوضع الموازي بتاعه يعني هيكون بالشكل ده. تمام؟ هيلف ازاي بقى؟ هيلف بالشكل ده، ربع دورة اهي بعدين ربع تاني، يعني النصف دورة 180 درجة. فهيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى بالشكل ده. فاهم حاجة؟ يعني هو مثلا كان في الاتجاه ده كده، اصبح 180 درجة يعني هيلف كده، بعد كده ربع، بعد كده ربع كمان، هيبقى بالشكل ده. طيب لما يلف 180 درجة عايزين نحسب بقى الدلتا سيتا بتاعته. هو كان في الحالة الأولى بقد إيه؟ السيتا بتاعته بتساوي صفر لأنه موازي. طب في الحالة التانية السيتا بتاعته برضه بصفر لأنه موازي. فرق السيتا هنا هتكون كام؟ صفر ناقص منهم صفر بصفر. هتروح تعوض في الدلتا ساين سيتا، هتقول ساين صفر، ولما تقول ساين صفر يبقى ده كله مضروب في صفر، يعني الفاي ام في النهاية بتساوي صفر. يعني لما تيجي تقسمها أو تعوض بقانون فاراداي في النهاية الاي ام اف هتكون بالنسبة لك بصفر. يبقى كده الاي ام اف بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طيب لو كان لف الملف دوت نصف دورة بدءا من الوضع العمودي يعني بالشكل ده، هيلف 180 درجة يعني بعد كده ربع، بعد كده ربع كمان نصف دورة. يعني الملف كان شكله كده بالوضع العمودي ده. تمام؟ هيلف ربع دورة اهي وادي ربع كمان، يبقى كده نصف دورة كاملين، يعني هيكون شكله كده. طب نشوف بقى الدلتا سيتا. السيتا الأولى هنا بقد ايه؟ بتساوي 90 درجة. طب والسيتا التانية طبعا 90 درجة عشان عمودي، والسيتا التانية برضه ب90 درجة. بس خد بالك هنا كان في اتجاه وأصبح في اتجاه مخالف، في اتجاه تاني. تمام؟ ده في اتجاه وده في اتجاه تاني خالص، يبقى بندي إشارة هنا سالبة، سالب 90 عشان تبقى بس مختلفة عن 90 الأولى. يعني هتجيب السيتا هنا الساين بتاعت السيتا دي بكام؟ بواحد، وهتجيب الساين بتاعت السيتا دي هتلاقيها بكام؟ بسالب واحد. يبقى الدلتا ساين سيتا بتساوي ساين السيتا الأولى ناقص ساين السيتا التانية. يبقى كده السيتا الأولى الساين بتاعتها ساين 90 بواحد، والسيتا التانية هتكون ساين سالب 90 يعني هتديني سالب واحد. يبقى الفرق في الساين الأولى مع التانية بقيمة مطلقة طبعا هتطلع في النهاية بكام؟ واحد ناقص سالب واحد يعني هتديني 2. لما اجي اعوض بقى بالساين بالدلتا ساين فاي هنا في المكان ده هتساوي ايه؟ يبقى كده الدلتا فاي ام هتساوي اي بي بس مضروبة في 2. يبقى في النهاية الاي ام اف بتساوي ايه؟ بتاع فاراداي الاي ام اف هتساوي
ادي سالب n مضروبة في 2 AB على الدلتا T. تمام كده؟ مفهومة دي في حالة ايه؟ في حالة البدء من الوضع الموازي بصفر، وفي حالة البدء من الوضع العمودي هتكون بالضعف. تمام؟ ده عند دوران الملف نصف دورة، يعني 180 درجة. طيب ندخل بقى بعد كده على دوران الملف 3/4 دورة. يبقى عند دوران بقى الملف 3/4 دورة، يعني 270 درجة. برضو بنفس المبدأ، برضو بدءا من الوضع الموازي والوضع العمودي. طيب بدءا من الوضع الموازي هنكون ادي ده مثلا المجال اهو، وادي الملف. بدءا من الوضع الموازي يعني شكله هيكون كده موازي للمجال اهو. هيلف قد ايه بقى؟ هيلف 270 درجة، يعني كده يعني 3/4. ادي ربع وادي ربع وادي ربع. تمام؟ يعني هيكون شكله كده. تخيلها بس معايا كده، لو الملف بالوضع الموازي ده، تخيل بس ان القصة بتاعت الكشكول دي هو المجال، وادي الملف. الملف بادئ من الوضع الموازي بالشكل ده، هيلف قد ايه؟ 3/4 دورة، يعني 270 درجة. ادي كده ربع وادي الربع التاني وادي الربع التالت. تخيلها. يبقى كده هنا السيتا الأولى بقد ايه؟ بتساوي 0، والسيتا في الحالة التانية كانت بتساوي كام؟ 90، بس في الاتجاه اللي هو الايه؟ المضاد، يعني سالب 90. سالب 90. طيب يبقى الفرق في السيتا بتساوي قد ايه بقى؟ 0 ناقص سالب 90، يعني هتساوي موجب 90. ده كده الدلتا سيتا، وبالتالي الدلتا ساين سيتا بتساوي ساين 90 دي، يعني بواحد. تمام؟ يعني بواحد. يعني كده الفاي ام بتساوي ايه؟ اي بي ساين 90 اللي هي خلاص بواحد، يعني بتساوي اي بي بس. هروح بقى اعوض بقانون فاراداي، يبقى الاي ام اف في النهاية بتساوي سالب ان في اي بي على الدلتا تي. ده كده قانون فاراداي في حالة دوران ملف 3/4 دورة، يعني 270 درجة من الوضع الموازي. طيب لو كان الملف ده هيدور 3/4 دورة من الوضع العمودي، يعني هو بادئ في الاتجاه ده، يعني هيلف 3/4 دورة. ادي كده ربع وادي كده ربع وادي كده الربع التالت، يعني هيكون الملف اصبح شكله كده. تخيلها برضو معايا، يعني ده الملف اهو بالوضع العمودي اهو، هيلف 3/4. ادي كده 1 2 3، يبقى لف 3/4 دورة اهو. يبقى كده الساين سيتا بقى، او السيتا الاولى في الحالة الاولى كان عمودي يعني 90. طب السيتا في الحالة التانية بتساوي 0 لانه موازي، هنا عمودي هنا موازي. طيب الدلتا سيتا بقى بتساوي ايه؟ 90 ناقص 0 يعني 90. يبقى كده الساين الدلتا ساين بقى على بعضها هتساوي ايه؟ ساين 90 يعني بواحد. لما تعوض بقانون في قانون الفيض المغناطيسي، يبقى اي بي ساين 90 يعني اي بي بس. خد بقى الفاي ام دي اللي هي اي بي، وروح اعوض بقانون فاراداي، يبقى الاي ام اف في النهايه هتساوي سالب ان في الدلتا فاي ام اللي هي بالنسبه لي اي بي على دلتا تي. تمام؟ ده في حاله دوران الملف 3/4 دوره بدءا من الوضعين الموازي والعمودي. طيب نتكلم بعد كده عن عند دوران الملف دورة كاملة، يعني 360 درجة. هيحصل ايه؟ برضو هتكلم فيها من حيث الوضعين، من الوضع بدءا من الوضع الموازي وبدءا من الوضع العمودي. بدءا من الوضع الموازي يعني الملف بالنسبة للمجال هيكون شكله بالاتجاه ده، بالشكل ده. ادي هو موازي، هيلف 3/4 دورة، يعني ايه؟ ادي كده ربع، بعد كده ربع ربعين، وادي 3/4، وادي كده الرابع، يعني هيكون وضعه الجديد بالشكل ده. يعني ازاي؟ يعني ادي كده الملف موازي لخطوط المجال، هيلف 360 درجة يعني دورة كاملة، يعني بالشكل ده. رجع لموطنه
او لمكانه الاصلي، الموضع بتاعه الاصلي. يعني كده الثيتا الاولى كانت بتساوي صفر والثيتا التانية برضه بتساوي صفر، يبقى الفرق في الثيتا هتساوي صفر. يعني كده الساين بتاع الفرق ده بتساوي ساين الصفر بصفر. يعني الفاي ام بتساوي اي بي مضروبه في صفر، يعني الفاي ام نفسها بصفر. لما تيجي تعوض بقانون فاراداي المفروض اي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي ام على دلتا تي. دلتا فاي ام طلعت معايا بصفر، يبقى الناتج في النهايه يطلع بصفر. يبقى الاي ام اف بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طيب بدءا بقى من الوضع العمودي، ادي المجال، وهنقول ان الملف هيكون في الاتجاه ده، هيلف 4/4 يعني دورة كاملة. يعني ادي كده ربع، بعد كده ربعين، بعد كده 3/4 دورة، بعد كده 4/4. تمام؟ يعني الشكل الجديد بتاعه هيكون بالشكل ده، نفس الكلام، نفس الوضع. يعني الثيتا الأولى بتساوي 90 عشان عمودي، والثيتا التانية بتساوي 90. يبقى كده الدلتا ثيتا هتساوي 90 ناقص 90. خد بالك 90 نفس الإشارة، تمام؟ علشان هما نفس الاتجاه كده، محطش هنا إشارة سالبة يعني. يبقى 90 ناقص 90 هتديني صفر، ساين صفر بصفر. لما أعوض في الفاي ام هتبقى اي بي مضروبة في صفر، يعني الفاي ام نفسها بصفر برضه نفس الكلام. يبقى كده الاي ام اف في النهاية هتساوي ايه؟ هتساوي سالب ان في صفر على دلتا تي، يعني كلها هتساوي كام؟ هتساوي صفر. يبقى كده الاي ام اف هنا بتساوي برضه الصفر. يبقى عند دوران الملف دورة كاملة بدءا من أي وضع هيديني نفس الناتج اللي هو صفر، لما يدور الملف دورة كاملة طبعا اللي هي 360 درجة. تمام؟ مفهومة دي كده؟ كده احنا خلصنا الفكرة الأولى بتاعت فاراداي. آخر فكرة بقى عندنا النهاردة هناخد الأفكار بتاعت لينز.